مخالفة للأولمبي الباجي، صابر المحمدي يدخل في مناوشة مع لاعب المستقبل نزار العمري، والجماهير تقتحم الميدان واللعب يتوقف وملاعبية المستقبل يدخلوا حجرات الملابس. نعم بالنسبه لنا احنا المرسى انا رئيس فرع. اي تفضل. الظروف هكا ما نجموش نمشي. شوف الحكم احنا نحن ولا الاربيتر ولا نحن كامنيين الترو صالح احنا نتنفذوه. احنا موجودين لهنا باش ننفذوا الترو صالح. احنا موجودين اهو السيد الحكم بحذانا اللي باش يقرر باش يتنفذ. يا سيدي هاد السلام عليكم. ما تسالش نكلموا ما حتى مشكل. يا سيدي هاد ما ثم حد شيء تو في التيران. لا تمس ملاعبي لا تمس مسؤول لا تمس حتى واحد. شكون يتحمل مسؤوليه تو في اللي كان تصير حاجه؟ بقدرة ربي ما يصير حد شيء، ما يصير حتى ما يتحمل حد مسؤوليه وما يصير حد شيء، بقدرة ربي لاباس ما فما حد شيء. On peut plus jouer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là? Vous voulez qu'on rejoue? Et si on marque un deuxième but, qu'est-ce qui se passe? الحكم وهو صاحب القرار الاول والاخر، كامن رانا جاهزين في اي مهمه. لا مش معقول مش معقول. يا سيدي هادي القرار شكون خذاه؟ القرار خذا الحكم بيصير الحكم هو باتصالات مع الامن والمسؤولين على الامن في الميدان. قانونيا ما تجاوزش الوقت القانوني. ما تزوج حتى شيء مازال ما تزوج حتى شيء. وبعد أكثر من 45 دقيقة الحكم الهادي بكير يعود للميدان وتعود معاه لاعبية المستقبل ويعود اللعب كذلك بكرة ثابتة للأولمبي الباجي. صابر المحمدي في التنفيذ وأكرم ساسي يتمكن من التعديل. والهدف التعادل هدف. هالهدف رافقه احتجاج كبير من المستقبل الرياضي بالمرسى وخاصة من مرافق الفريق عمور الجبالي. ارجع منا خويا عليه ارجوه عيط ارجوه هذايا ارجوه هذايا يا سيدي يا سيدي ارجوه راه ارجوه تابعكم راه. ويتوقف اللعب من جديد وبعد تدخل أكثر من طرف يعود اللعب والحارس حسان البجاوي ما يحسنش ترويض هالكرة وفخر الدين قلبي يتمكن من التسجيل. وهدف ثاني للأولمبي الباجي. كانت هفوة من حسان بعد هالهدف اللعب يتوقف مرة أخرى وفي هالمرة ملاعبية المستقبل يرفضوا العودة ويغادروا الميدان والحكم الهادي بكير ينهي اللقاء بعد انسحاب فريق المستقبل.